ركبنا اتوبيس واحد، في نص الطريق الاتوبيس عمل حادثة كبيرة. طبعا كان باين عليا جدا ان انا بكذب، وهما كانوا مش عارفين يعني، لكن خلاص مفيش حل يعني، هما هيعملوا ايه؟ الفاس وقعت في الراس. وصلنا المينا، بدأنا نشتغل في إجراءات تخليص الشحنة، نروح مش عارف من هنا ناخد الورق من الجمرك نوديه البنك، حاجات يعني كلها جوه المينا، لحد ما العميل شافني تايه فاخد الورق مني وراح مديه المستخلص. ادى الورق للمستخلص قال له خد خلص لنا الرسالة ده. فأنا قلت لهم يا جماعة أنا معرفش الراجل ده، واحنا لما هنعمل له تفويض في البنك الشحنة هتبقى باسمه. فهم قالوا يعني على الله ما تقلقش وان شاء الله خير. ادينا الراجل الورق وبعدين نزلنا على اسيوط. كام يوم والشحنة وصلت اسيوط. يا فرج الله، بقيت مستورد ميري وملكي، يعني مش مستورد على الورق بس. نزلنا الشغل وكنت في قمة السعادة، مبسوط 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 بشكل محدش يتخيله. ما كانش مهم عندي الفلوس، لكن كانت سعادتي بإتمام المهمة اللي محدش كان مساعدني فيها خالص، هو ده اللي كان بسطني. كنت فرحان بعمل إنجاز وإتمامه على أكمل وجه. كام يوم واتصلوا بيا علشان يحاسبوني، رحنا اتقابلنا في مطعم اتعشينا، وبعد ما اتعشينا راحوا مطلعين الفلوس وادوني حسابي كامل. كام يوم واخويا التوأم جه من السعودية وقررنا نسافر اسكندرية. بعد ما اتفقنا مع الأصحاب والأصدقاء وكده، واخدنا أتوبيس، في نص الطريق عملنا حادثة كبيرة.